حدود قويه جدا لدوله دينيه وطائفيه، وبتحط كمان لكن مفهوم مش واضح نتناقش فيه واحنا ننحته بس بشرط ان احنا ننحته بقى بناء على اساس لان لو هو زي ما مرادف للعلمانيه فقط يبقى مش لازم نقول علمانيه وخلاص، والا يبقى زي ما الاخوان بيقولوا علينا ان احنا بنهرب من اللفظ. ده رايي الشخصي. طيب الدوله المدنيه في تقديري او لا يحكم حكامها باسم ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما يحدش حد يجي يقول انا جاي عشان انفذ الاوامر وامتنع عن الحياه اللي هي ما تتمش دوله ماليه. معناها ان الحاكم يحكم باسمه وفتح تمام فكره النظام والمؤسسات الحكوميه والبنوك والبنك والتعليم واخذ الاموال وضع العقار وضع استثمار بهذا المجال وشجعت على نمط الاسكان للقدرات كثير من المواطنين. كثير من المواطنين دول نتحدث عن الفقر المطلع من السكان او نتحدث عن 43% هذا ايضا محل يعني جدل القضيه الاجتماعيه حول وفتح تماما فكره النظام والمؤسسات الحكوميه والبنوك والبنك والتعليم واخذ الاموال وضع العقار وضع استثمار بهذا المجال وشجعت على نمط الاسكان للقدرات كثير من المواطنين. كثير من المواطنين دول نتحدث عن الفقر المطلع من السكان او نتحدث عن 43% هذا ايضا محل يعني جدل القضيه الاجتماعيه حول لكن المفهوم مش واضح نتناقش فيه واحنا ننحته بس بشرط ان احنا ننحته بقى بناء على اساس لان لو هو زي ما مرادف للعلمانيه فقط يبقى مش لازم نقول علمانيه وخلاص، والا يبقى زي ما الاخوان بيقولوا علينا ان احنا بنهرب من اللفظ. ده رايي الشخصي. طيب الدوله المدنيه في تقديري او